السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا نشوف بقى النهارده وصفتنا سريعه جدا وبسيطه كده، يعني لجوع اخر الليل. مش عارفين هنعمل في جوع اخر الليل ده ايه؟ وايام الشتاء بقى الطويله طبعا كلنا بنجوع وبنكون كده عايزين حاجه سريعه وفي نفس الوقت طعمها يكون حلو، وكمان يكون كده المكونات موجوده عندنا، يعني مش عايزين ننزل نشتري حاجه من تحت. فهنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي النهارده اقتصاديه بكل المكونات بتاعتها هتكون موجودة في البيت. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. اول حاجة جبت كده طاسة حلوة، صينية، اي حاجة عندك. كمان حطيت فيها معلقة كده من السمنة، ممكن تستخدمي الزبدة، الزيت، اي حاجة عندك. نزلت بقى بطماطم كده متقطعة شرايح زي ما انتم شايفين معايا. قبل ما اضيف الطماطم رشيت كده رشة بسيطة قوي من الزعتر، وبعد كده نزلت بشرايح الطماطم وكمان عليها شرايح الفلفل. طبعا ده فلفل بارد، عايزين بقى تزودوا فلفل حامي براحتكم خالص. بعد كده هنعلي عليها النار وهنسيب الطماطم كده، انا عايزاها تدبل معايا شويه على نار عاليه زي ما قلت لكم دقيقتين كده. وبعد كده هبتدي اقلب الطماطم على الناحيه التانية بعد ما تكون كده دبلت معايا، ونشم ريحه حلوه قوي للطماطم مع الزعتر بقى والسمنه او الزبده اللي انت هتستخدميها. كده لحد كده مفيش اي مشكله، كلنا عندنا طماطم وفلفل وسمنه والحاجات دي كلها متاحه في البيت. خلاص بعد بقى ما اقلب كل الكميه كده، تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. زي ما قلت لكم هي سريعه جدا وبسيطه، وفي دقيقتين 3 هتكوني مجهزاها. رشه من الفلفل الاسمر ورشه كمان من الملح كده، ومش هنكتر الملح بتاعنا علشان هقول لكم ليه دلوقتي. هنا بقى معايا عدد 5 بيضات، طبعا زي ما تحبي، عايزه تعملي اقل عايزه تزودي براحتك خالص، يعني الكميه اللي تناسبك هتعمليها. تمام كده، انا استخدمت 5 بيضات تقريبا. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. لو وصلتي معايا للفيديو هنا يا ريت تحطي له لايك، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل الاشعارات الجديده. هنا بقى ضفت رشة كده بسيطة من الفلفل الأسمر وكمان رشة من الملح علشان طبعا نشيل أي زفارة من البيض. هنبتدي بقى نخلطهم كويس جدا مع بعض. هنضرب البيض كده بالفلفل والملح ضربة تمام قوي. والطماطم هنا على نار هادية كده بعد ما قلبناها على الناحية التانية، وبرده سبتها دقيقة. هنزل بقى بالكمية بتاعة البيض كلها، طبعا زي ما تحبي تعملي الكميات دي بتاعتك انت. تمام كده. عايزه بقى تضيفي فلفل حامي زي ما قلت لك هتكون تحفه برده معاكي قوي. معايا بقى شرايح كده من الجبنه التركي، حطيتها كده شرايح علشان انا عايزه الوصفه بتاعتي النهارده تمط معايا. يعني لما بتحطي الجبنه كده شرايح عريضه شويه بتخليها بتمط. غطيت عليها برضو دقيقة واحدة بس كده، وبعد كده هرجع لها تاني. هيكون بقى معايا جبنة الموتزاريلا طبعا علشان الوصفة بتاعتنا تكمل وتكون حلوة قوي. هبتدي بقى ارش كده رشة من الجبنة الموتزاريلا. عندك جبنة شيدر عايزة تضيفيها ماشي، جبنة اي نوع من الجبنة ممكن تستخدميه في الوصفة دي وهتكون حلوة قوي معاك. سبتها بقى على النار كده 3 دقايق، وبعد كده كانت ساحت كده وبقت تحفة معايا قوي. كده نكون خلصنا اسرع اكله ممكن تعمليها، زي ما قلتلك في دقايق هتكون جاهزه معاكي لجوع اخر الليل، وممكن كمان تنفع معاكي للفطار. جربوها بقى كده على طريقتي، حاجه جديده كده وسريعه في نفس الوقت وطعمها لذيذ جدا وبتمط، وكانت حلوه قوي. بس نسيت اصور لكم اخر جزء او تقريبا الكاميرا ما اشتغلتش. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنوني فيديو جديد. باي باي.